بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ازيك يا حبيبي؟ وحشتني حبيبي الشاب اللي نفسي انه ينور الدنيا والدنيا كلها تنور بيك لما تبقى منور بطاعة ربنا ومنور بحب ربنا ليك. كنت كلمتك المرة اللي فاتت عن كلمة في ودنك ازاي تهتم بكتاب ربنا القرآن، بس ما كلمتكش لم أكلمك ما كلمتكش عن كيف تحيي قلبك بكتاب الله. ناس كتير ما بتبقاش عارفة ازاي تقرأ القرآن، مش الحروف، لا ده هو ما شاء الله يعني بيقرأ كويس، والتجويد يعني برضو إلى حد ما. وخلي بالك التجويد مش غاية، التجويد وسيلة، يعني انت بتتعلم ازاي تقرأ القرآن عشان تستفيد بالقراءة، لكن التجويد مش غاية في ذاته، انما دي وسيلة. فايه الحاجات اللي نعملها عشان قلوبنا تتأثر بالموعظة والقرآن يغيرنا ونستفيد بيه؟ العنوان النهاردة كيف نحيا بالقرآن. القرآن روح، قال الله عز وجل لنبيه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. روح روح روح، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. روح ونور، نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. طيب النور والروح دي ازاي بنقرأ القرآن ولا بيحصل فينا نور ولا روح؟ لاني ما بنتأدبش معاه اداب مهمة قوي. زي هقولك على 4-5 اداب، دول لو عملناهم كويس هنقدر ان شاء الله نستفيد من القرآن. اول واحدة، احساسك بان ربنا بيكلمك فعلا فعلا، يعني الشعور بعظمة المتكلم، الاحساس بان المتكلم هو الله عز وجل. دي هتغير فيك قوي، وهتحس بالقرآن مختلف تماما وله يعني روح جديدة في قلبك. فتقدر تكتسب الاحساس بعظمة المتكلم دي ازاي؟ قارن وانت بتفتح المصحف لسه كده انك مين اللي ممكن تقعد قدامه ما يتحركش فيك شعرة؟ مين اكبر واحد ممكن لو قعدت قدامه ما تتهزش وتسمع كلامه قوي؟ مثلا لو بتقدر والدك بتقعد قدامه زي الألف. في ناس ما تقعدش، في ناس انا ابنائي واخدين عليا فبيقعدوا قدامي يعني براحتهم بأدب برضو، بس مش متكتفين. لا، انا بتكلم على اللي تتكتف قدامه وتبقى قاعد قدامه، يعني ما ترمش عينك، ما بتتهزش ولا تقدر تلتفت يمين ولا شمال. يعني افرض مثلا انت في مدرسة والنظر فيها شديد وانت في ثانيه ثانوي وعملت حاجة عاملة ولا بتاع، ولا ده الناظر عايزك او المدير عايزك، الله وانت نازل رجلك بتخبط، الله وانت نازل تسأل المدرسين هو الناظر عايزني ليه، المدير عايزني ليه، لانه شديد بيضرب، وممكن كمان يكون يعني بيقل، يعني لسانه برضه بيفلت منه حاجة، فبتبقى عامل حسابك ما تتهنش. سبحان رب العالمين. انا مش عايزك تقعد قدام ربنا عز وجل وانت بتسمع كلامه وانت متكتف، لان ربنا بيحبك. قال الله عز وجل: ان الله بالناس لرؤوف رحيم. قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر. قال الله عز وجل: وكان الله بكم رحيما، وكان الله بكم رحيما. ده هو رؤوف رحيم بالناس. فربنا من رحمته بعت لك القرآن عشان تفهمه، بس تقعد قدام ربنا وانت حاسس ان ايه؟ عظمة المتكلم، الله الذي لا يدنيه احد من خلقه، لا يساويه. يعني تصور لو رئيس الجمهورية بعت لك وهتقعد قدامه، مش قدام بقى المدير بتاع المدرسة، قدام المحافظ، قدام الوزير، قدام رئيس الجمهورية، بتختلف. او نفس المعنى ده اللي ربنا طلبه منك وانت بتقعد تقرأ كلام، بس قالوا في اثر جميل قوي عايز اقوله لك بسرعة واشرحه لك. بيقول: يا عبدي اما تستحي مني؟ مش مكسوف مني عماد، مش مكسوف مني عمر، مش مكسوف مني من ربنا اللي خلقك. ليه يا رب كسف؟ ليه؟ لانه يا عبدي اما تستحي مني يجلس اليك بعض اخوانك يحدثك، يعني واحد من الناس كبير يقعد قدامك يكلمك فتنصت اليه، يعني قاعد تسمع كلامه قوي،
حتى إذا شغلك شاغل أو تكلم متكلم، لو حد جنبك اتكلم ولا عمل انشغال ولا على التلفزيون ولا على الراديو الكاسيت، تقول له ايه؟ أومأت إليه، شاورت له أن كف، استنى عشان بسمع. طب أنا أقول لك الحكاية دي بتحصل إمتى؟ أما بتبقى بتسمع تعليق على الأهداف بتاعة الأهلي والزمالك. حد يقدر يرمش؟ أولا بتعمل البيت، يعني في ناس بتعمل البيت حريقة. هتيجي تعليق فلان ولا مثلا حسن شحاتة مستضيفينه عشان الكرة مع دريم وهيتكلم، او هتسمع مثلا تعليق الشيخ طه اسماعيل وتعليقات جميلة، وهيقول لك الكرة جت ازاي وعملها ورقص وطلع ولعيب. فده لو بتسمع وتكلم حد من العيال الصغيرين، بتبقى عايز تشيل الولد وترميه، تبقى عايز تشيل الولد الصغير اخوك وترميه بره. ليه؟ شغلك. هل بتدي اهتمام لكلامك مع ربنا لما بيكلمك بنفس الاهتمام في التعليق على الاهداف اللي دخلها الاهلي او اللي جابها الاسماعيلي ولا اللي جابها انبي ولا اللي دخلها المحله؟ عايزين نهتم. فربنا بيقول لك عيب استحي اتكسر. هل انزلتني عندك او انزلت كتابي مقام احد من عبدي او من عبادي بيكلمك؟ يعني عاملني يا اخي بالبلد، يعني عاملني كما بتعامل واحد من الناس اللي تسمع لهم باهتمام. تنصت الي وتوجه وجهك الى كتابي وتستمع اوامر من ربنا اللي بيحبك وعايز لك الخير لكل العباد. جزاكم الله خيرا. يا ريت ان احنا نتأدب عشان قلوبنا هتتغير قوي لو درسنا مع القرآن بهذا المنطق. والسلام عليكم ورحمة الله.